ليه باطن الارض اسخن بكتير من سطح الارض اللي احنا عايشين عليها؟ ما سالتش نفسك السؤال ده قبل كده؟ لازم نرجع 3 مليار سنه لتكوين الارض اصلا كان ازاي. في نظريتين بيفسروا الموضوع ده عند العلماء. النظريه الاولى بتقول ان كان في صخر كتير قوي في الفضاء. الصخر ده قعد يتجمع على بعضه، ونتيجه التجمع بتاعه ده بدا يولد حراره. الحراره دي اتحبست في باطن الارض وبدات تتنقل للسطح. بس السطح حواليه فضاء. الفضاء ده بيسحب منه الحراره دي دايما، فعشان كده دايما بارد. النظريه الثانيه بتقول ان الصخر ده جاي يتجمع، كان فيه شويه غازات هربت، والصخر ده حصر جواه مواد مشعه، هي مصدر الحراره اللي موجود جوه الارض دلوقتي، اللي مخليه دايما باطن الارض درجه حرارته بتوصل لدرجه حراره الشمس حوالي 5500 درجه، وسطح الارض دايما بارد نتيجه تعرضه للفضاء الخارجي.